يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا. يا صباح الفل. عندي امتحان النهارده فاينل وحقيقي ما نمتش وتعبان جدا والله. نزلت بدري قلت اراجع ولكن جبت واحد اسبريسو كده مش متخيل ان طعمه وحش قوي كده، فجبنا اسبريسو وقعدنا راجعنا شويه ودخلنا على الامتحانات. دعواتكم بقى. خزائن الله تغني كل مفتقر وفي يد الله للسؤال ما سألوا. ايه يا طول؟ عامل ايه؟ هنعمل ايه في الامتحان؟ ربك إيه يستر. الدنيا؟ ربك يستر. وانت ايه الدنيا؟ نجونا في الرحمة هلكنا فوق العالم. النهارده تاني يوم بعد الامتحان. حقيقة الامتحان يعني ما كانش سهل، كان نفسي اصور بعد الامتحان واهزر مع اصحابي والجو ده، ولكن الامتحان كان صعب فوق المتخيل. ولكن ده خلاني افكر هل انا فعلا هعدي ولا لا. بكلم حد من صحابي امبارح فبقول له والله حقيقة انا من حلي مكسوف ادعي ربنا ان انا اعدي، فخلاني اتكلم عن الدعاء علشان انا عن نفسي عايز اتكلم عليه معايا، مش عشان حاجه ولا عشان حد ولا مجرد فيديو، ولكن انا بصراحه الفتره دي بطلت ادعي، فانا عايز اعرف ليه وايه اصلا فايده الدعاء. وسائل الله ما زالت مسائله مقبولة ما لها رد ولا ملل. الحبل اللي الله سبحانه وتعالى يريد منك يا إنسان أن تتمسك فيه طول هذه الدنيا. اليومين دول لو في ضغط ولا أزمة ولا حاجة ويا رب يا رب تفرج. انا بقالي فتره حاسس ان انا ما بدعيش او مش قريب من ربنا كفايه، او بدعي ولكن في عدم استجابه، او انا مش حاسس ان انا دعائي ده مستجاب في اي حاجه. يا رب تفرج يا رب تفرج وعمالة الدنيا تضيق أكتر. الله رزق آدم وحواء وكانوا اثنين. المهم قبل ما اكمل او اي حاجه، لو عندك تجربه مختلفه مع الدعاء او قصه ولا حاجه اكتبها لي في الكومنتات، لان حقيقي من الفيديو اللي فات انا شفت كومنتات عن السوشيال ميديا حرفيا خلتني مش هحمل اي حاجه من السوشيال ميديا. انا قاطع بقالي كتير ولكن خلاص قرار نهائي مش هكمل فيها. يد الله ملأى، ربنا سبحانه وتعالى يداه ملآتان بكل ما تحب وما تشاء. لكن الفكره ان انا كنت بدعي وانا اصلا ممكن اكون كنت بعمل حاجات اصلا تغضب ربنا، او انا اصلا ما بعملش اللي ربنا طالبه مني. فانت ازاي ما بتعملش اصلا المطلوب منك ومستنيه ايه يستجيب لك؟ ولكن انت هتقول لي طب ما انا في ناس صحابي ما بيصلوش وما بيقراوش قران ولا بيعملوا اي حاجه وربنا بيستجيب لهم. احمد ربنا انك انت مش واحد منهم. هقول لك احمد ربنا انك انت مش واحد منهم. ربنا بيقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. نرفع شكوانا ونبتهل، من ذا نلوذ به في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر نتكل. يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا فما. هو اصلا ممكن يكون ربنا بيديله علشان يفضل مستمر في البعد عنه، وانت ما ادكش علشان تتذلل له وترجع تاني تقول يا رب يا رب يا رب ماليش غيرك. انت مطالب بالدعاء يعني، اما الاستجابه دي مش بتاعتك انت، دي بتاعت ربنا. يستجيب وقت ما يستجيب. انت مش هتعرف ربنا ازاي يستجيب، ولكن طب انا عايز اشوف، ما انا برضو عايز ارتاح. يعني هترتاح. ممكن يكون ابتلاء عدم استجابه دعائك ده، ممكن يكون ابتلاء ليك، فانت ربنا بيختبرك هتصبر ولا مش هتصبر. بس المهم بس انا عايز اقول لك على حاجه. كمل بس الفيديو للاخر عشان شايل لك مفاجاه وكام حاجه هتعجبك جدا. نتمنى بس تكمل الفيديو لحد الاخر. فانا كنت قاعد بسمع البودكاست بتاع دكتور احمد العربي بيتكلم فيه عن الدعاء،
فكان بيقول لك إليه نرفع شكوانا ونبتهل، من ذا نلوذ به في كل نائبة، ومن عليه بكشف الضر نتكل، يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا، فما لنا بتولي دفعه قبل. ففي فرق بين انك انت بتدعي وبتتذلل، وانك انت محتاج تدعي وانت حرفيا يا رب انا ماليش غيرك، يعني انا محتاجك في الحاجه دي يا رب. يا رب انت ارفع ايدك وانت بتدعي. يعني انت شحات، عارف الشحات لما بيجي مادد ايده كده، انت زي الشحات، ارفع ايدك كده. فحقيقه انا ما كنتش برفع ايدي وانا بدعي، ولا كنت بدعي اللي هو انا بدعي وزي ما تيجي، يعني خلاص انا عملت اللي عليا وبدعي. فما كنتش بخشع في الدعاء قوي، اللي هو عادي خلاص انا عملت اللي عليا وذاكرت وخلاص هدعي. طب وبعد ما ادعي خلاص اللي ربنا عايزه يكون. فلا، الدعاء بيغير الاقدار. يعني لما تضيق بيك وتحس انها قفلت خالص، وانت حسيت انها ضلمت وان الدنيا خلاص قفلت، ادعي وقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عايز ايه اكتر من ان سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت كان بيدعيها، كان بيقول فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعدين يا ربي بعد ما دعا الدعاء ده فاستجبنا له، وبعدين فنجيناه من الغم. فأنت ادعي واصبر على الدعاء، وبعد كده ربنا هيسرها لك. فحقيقة يعني أنا مش جاي عشان أقول لك أنا دعيت دعوة وغيرت حياتي وإن ادعي وإن الدعاء معجزة لا، أنا جاي أنا لسه هبدأ أدعي. فأنا عايزك تبدأ معايا إن إحنا ندعي ونتكل على ربنا في الدعاء. وبعد ما نتكل على ربنا في الدعاء مش عايز أشوف النتيجة بتاعته لوحدي، عايز نشوف نتيجته كلنا سوا، ونرجع لنفس الفيديو ده تاني وكلنا نقول ده إحنا رجعنا ودعينا وكلنا ده أنا دعيت دعوة بكذا وكذا وكذا وكذا، ربنا ييسر لي وشفت نتيجة الدعاء. المهم يعني بعد ما اتكلمنا كده شوية، أنا ورايا كمية مذاكرة، يعني خلاص المادة اللي فاتت وعلينا مواد تانية مش هفضل شاغل دماغي بيها، فأذاكر شوية وبعدين نكمل. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. جواب طلب. ادعو يجب. أنت جائع استطعم يطعم، استكسو يكسو، استرزق يرزق، استهدي يهدي. الله عز وجل قرن كل هذه الخيرات من خيرات الدنيا والآخرة برفع اليدين فقط. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يقول إن الله حيي كريم سبحانه وتعالى. والله يا جماعة ربنا ده جميل وكريم وعظيم، ليس هناك أجمل منه. خلصت مذاكرة ولكن الفجر أذن، ولكن قبل ما أنزل أصلي كان في حاجة قرأتها في كتاب فاتتني صلاة، كنت حابب أن أشاركها معاكم، وهي بيقول لك إيه؟ هو الحكيم، الله حكيم، ما إن دعوته فهو يختار الخير لك، فربما حجب عنك أمرا تراه أنت خير لك، ولكن الله الحكيم الخبير يعلم أنه شر لك، فلا يستجيب لدعوتك ويدخر أجرها لك. لذلك يدعي الكثير أن الله تعالى لا يستجيب لدعائهم، مما يقودهم للظن بأن الله عز وجل لا يحبهم، أو أنه لا يستجيب لهم بسبب ذنوبهم، فيدفعهم ذلك إلى اليأس وسؤال غيره. وده يفكرنا بآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واحد، أن تدعو الله وأنت عبد حقيقي، عبد بيدعي رب، مش واحد بيطلب من ند، مش واحد لقى مصباح علاء الدين بيقول له الدين، مش واحد هو فاكر نفسه يرى أين الخير ويعلم والله لا يعلم، فلو ما ادانيش يبقى ربنا منع عني الخير. لا، ربنا إن لم يعطك فقد أعطاك إيه؟ الخير. ما أعطى إلا بحكمة وما منع إلا بحكمة. نعم. وكلمنا في النقطة الثانية ألا وهي التسليم التام للنتيجة. وفي آخر الفيديو حابب أفكرك أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فكلنا مضطرين لربنا وكلنا محتاجين إن احنا نرجع مهما بعدت، باب ربنا مفتوح وربنا لا يمل حتى تمله. ولو وصلت لحد آخر الفيديو فأنا حابب أشكرك جدا على وقتك ده. أما بقى الهدية اللي أنا سايبها لك في آخر الفيديو هي إن أنا جمعت لك كل البودكاستس اللي بتتكلم عن الدعاء وسبت لك الروابط بتاعتها كلها في الديسكريبشن. سلام. اللهم أحيي عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة.
اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا وفرج عنهم فرجا قريبا. اللهم اشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم وفك أسراهم. اللهم أطعمهم من جوع وآكلهم من خوف. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك بهم وبأعوانهم أجمعين. اللهم أحصهم جميعا